اهلا بيكم، عاملين ايه؟ في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الزلابيه او لقمه القاضي او العوامات بطريقه سهله جدا وبسيطه. يا جماعه دي اسهل حاجه حلوه ممكن تعملوها، مش مكلفه اطلاقا وما بتاخدش وقت ولا مجهود. ممكن تشكليها بايدك كمان بتطلع احلى حاجه، ولا لبن ولا بيض ولا زبده، اللي هو حاجه بالسريع كده. يعني نعمل حاجه لما تكوني عايزه تعملي حاجه سريعه وسهله ومتاخدش وقت منك، اعملي زلابيه. محضره ايه بقى؟ كوبايتين دقيق، وطبعا ضفت لهم ذره ملح، ما تنسيش ذره ملح في كل حاجه بتعمليها. تمام، كوبايتين دول دقيق متعدد الاستخدامات، وطبعا نخله في الاول، معلقتين سكر. حطيت كوبايتين دقيق، ذره ملح، ربع معلقه صغيره ملح، معلقتين سكر، معلقه لبن بودر، ومعلقه كبيره كاسترد او معلقتين صغيرين. لما بتحط لها كاستر ولبن بودر، لما بتيجي كده تاكليها في الاخر بتحس ان هي مش محتاجه صوصات اصلا ولا محتاجه اي حاجه، بيبقى طعمها حلو اصلا لوحدها بدون اي اضافات تانية. وطبعا لازم معلقه النشا، هي اللي بتخليها تقرمش. هنحط ايه بقى؟ نص الباكت ده، الباكت ده تقريبا 12 جرام. انا هحط نص الباكت ده خميره، هستخدم يعتبر معلقه صغيره مليانه على كوبايتين الدقيق. تمام. وهنحط ايه بقى؟ معتبر كده معلقه صغيره خل. الخل مع النشا بيدوها قرمشه حلوه جدا، واحنا طبعا بنحبها مقرمشه. الميه هحطها بالتدريج، واحده واحده كده، ابتدي اعجن لحد لما قوام العجينه يبقى متوسط السمك شبه عجين الكيك كده. ما تنسيش تحطي معلقه خل. هتفضلي تعجني فيها كده من دون ما تلمسي العجينه نهائي، بالاسباتيولا او بالمعلقه لحد ما قوام العجينه يبقى شبه عجينه الكيك كده بالظبط، يعتبر مش خفيف قوي ومش تقيل قوي، متوسط السمك يعني. غطيتها وسبتها تخمر في الفرن وهو مقفول، مفيش اي حاجه في اي مكان دافي عندك. غطيها وسيبها تخمر من ساعه لساعه وربع. طبعا الجو اليومين دول برد، فممكن تاخد معاكي ساعه وربع. هتلاقيها خمرت وبقت بالشكل ده. هتهبطي بقى الخمر وابتدي تشكليها. هنا ممكن تشكليها بكيس حلواني وهو افضل حاجه بصراحه. عايزه اقولك المكنه بتاعه الزلابيه دي هي كانت عندي، قلت استخدمها يعني، بس متعبه في عمايلها، ولو ضغطتي ضغطه تقيله شويه بتطلع لك الاشكال كبيره، وده اللي حصل معايا. فانت بقى يفضل اعملي بكيس حلواني او شكليها بالمعلقه زي ما بنشوف دايما كنا بنعملها يعني. انا هنا كنت بضغط ضغطه تقيله فكانت بتطلع لي الزلابيه حبايات كبيره. لو عندك المكنه دي ما تيجي تضغطي بيها، اضغطي ضغطه خفيفه عشان تطلع لك الحجم صغير. ولازم تضغطي نفس الضغطه في كل المقدار عشان يطلع الحجم كله زي بعضه. والله انا مش عارفه انا جبتها ليه بصراحه، كان ماله كيس الحلواني ده احسن بكتير. هنقليها في زيت يكون غزير ويكون دافي، الزيت ما يكونش سخن قوي، يكون دافي، مش سخن قوي طبعا مش بارد. هنقلبها كده كله بحيث ان هي تاخد اللون الجميل ده كلها مع بعضها. طبعا في اشكال طلعت كبيره مني. عايزه اقولك الكوبايتين دي عملوا ما شاء الله الطبقين الكبار دول، يعني بيعمل كميه كبيره. ممكن بقى تعملي لها سيرب يكون تقيل شويه. ممكن تعملي لها صوص شوكولاته تغطيها بالسكر البودر. هي اصلا مش محتاجه حاجه من حلاوتها، احنا كنا بناكلها كده من غير اي صوصات يعني. بس حبيت ادلع الولاد وحطيت لهم ايه صوص شوكولاته. كان عندي كده شوكولاته سيحتها وعملت منها صوص شوكولاته وزينتها بيه. لكن انت ممكن تقدميها مع سيرب، مع سكر بودر، مع اي حاجه. طعمها تحفه وخفيفه، مش بتاخد وقت ومش بتاخد مجهود. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتعملي لايك لو عجبك الفيديو.